اليومين دول احنا سامعين ارقام كبيره ولعيبه وبتطلب ارقام كبيره، والموضوع بقى الناس كلها حتى بقت شايفه بتقارن يعني بين الجيل بتاعكو والجيل اللي موجود الحالي. لو انت مدير تعاقدات في الوقت الحالي، اكبر رقم ممكن تعرضه على اللعيب كام؟ في الوقت الحالي هي لا. السقف اللي عامله النادي الاهلي 13 مليون، محدش هيزيد عن كده اه بجد. يعني هو ده. انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي، بتكلم بشكل عام في مصر. مين شايف اكتر لعيب ممكن يستحق الارقام اللي احنا بنسمعها دي؟ يعني ده انا بالنسبه لي اللعيبه المميزه جدا دلوقتي السوبر ستار اللي في مصر كلهم، واحد امام عاشور، طبعا في زيزو في نادي الزمالك، عندك ابراهيم عادل بيراميدز، صحيح. مين تاني؟ في بعض اللعيبه اللي لعيبه جايه كتيره يعني، انا بس بتكلم انا على بتكلم السقف كام. السقف الفلوس لاي لعيب في الدوري المصري يعني مش عايز اقلل من الدوري، ولكن يعني خلينا نقول القيمه كلها ما بتعديش ال 20 مليون يعني. ما يعديش ال 20 مليون. اللعيب المحترف ده بيبقى محترف، ده كيس تانية خالص وليه تفاصيل تانية خالص، ولازم يجي بمواصفات عاليه جدا. وطبعا احنا بنسمع اخبار خزعبليه، دخلت نادي الزمالك، دخلت نادي بيراميدز، دخلت انديه كتيره جدا، لعيبه بمبالغ مهوله ومشيت عدت علينا وما كده. بتكملش. دي مصيبه في الاداره.